دايما هتسمع الفيديوهات بتتكلم على الشخص النرجسي او اضطراب الشخصية النرجسية، ازاي تتعامل معاه في العلاقات، ازاي تتعامل معاه في مكان الشغل. لكن هل سمعت قبل كده عن العقل النرجسي؟ احنا دايما بنفتكر انه الاشخاص اللي عندهم مشاكل في عقلهم دول دايما الناس التانية. عمرنا او قليل قوي ما بنفكر ان ممكن احنا اللي نكون عندنا المشكلة. وعشان كده مش اي حد هيقدر يكمل الحلقة دي للآخر، ومش بس كده، مش اي حد هيقدر يكمل الحلقة للآخر من غير ما يحس ان هو متضايق او متوتر او قلقان كده من اللي هو بيسمعه. لو قدرت تكمل الحلقة دي للآخر وانت بتسمع بالهداوة كده، اعرف ان احتمال كبير قوي تكون عندك رؤية ثاقبة وتقدر ان انت تغير نفسك وتستفيد من الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. العقل النرجسي بيفكر بطريقتين. الطريقة الأولى، أنا شخص سيء جدا، أنا وحش قوي، فلازم على قد ما أقدر أداري الصورة دي عن عيون الناس. يعني العقل النرجسي طول الوقت بيحاول يعمل صورة، ماسك، حاجة مش حقيقية، ويبنيها ويجملها عشان يستخبى وراها من الناس، وهو شايف ان اللي ورا ده وحش جدا 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 وما ينفعش اي حد يشوفه، لان ببساطة لو اي حد شافه مش هيحب ان هو يقرب منه. الطريقة التانية اللي دايما بيستخدمها العقل النرجسي هي ان هو عايز دايما يستخدم الناس. خلي بالك، مش يستخدم الاشياء، يستخدم الناس. فلو انت اغلب الوقت بتفكر ازاي انا اخد اللي انا عايزه من الشخص ده بأقل التكاليف الممكنة، وازاي اعمل ده مع فلان وازاي اعمل ده مع فلان، اغلب الوقت بتفكر ازاي تستخدم الناس لصالحك. فخلي بالك ان ممكن باحتمال كبير قوي يكون عقلك عقل نرجسي. عارفين جملة احمد زكي في الفيلم انا لا اكذب لكني اتجمل؟ الحقيقة ده تعبير بسيط قوي قوي عن العقل النرجسي. هو اللي طول الوقت بيكذب، طول الوقت بيدعي حاجات مش عنده، وهو أول واحد عارف إنها مش عنده، ولكن هدفه الأساسي إنه هو يبني صورة مثالية يستخبى وراها عشان مش عايز حد يشوف الصورة الوحشة اللي ورا دي، اللي هو بيعتقد إن هي سيئة جدا جدا. طيب، لو انت حاسس ان المواصفات دي ممكن تكون انت بتعملها مع نفسك، او ممكن تكون ماشي في السكة دي، تتصرف ازاي؟ للأسف الشديد انه اغلب الانظمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في العالم، سواء النظام الاقتصادي او النظام التعليمي او النظام العالمي كمان في ادارة السياسة ما بين الدول، بتعزز جدا العقل النرجسي. يعني اغلب الانظمة بتشجعك ان انت تبني صورة عن نفسك. اهم حاجة صورتك قدام الناس، اهم حاجة اللي انت تكون بتلمع، اهم حاجة ان انت تكون بتعمل تشيك ان على المعايير الكتيرة قوي اللي الناس هتحطها لك، سواء في بيتك، سواء في اسرتك، في مجتمعك، في المدرسة، على مستوى الشغل، وكمان عالميا. يعني من الاخر بنشجع ان احنا نبني صورة مزيفة نستخبى وراها وندفن وراها شخصيتنا الحقيقية. هل انت ممكن يكون ليك دور في ان انت تصنع عقلك النرجسي، او ان انت كمان تساهم ان الاخرين يبنوا عقلهم النرجسي؟ طبعا انت ليك دور، والدور ده بيكون عن طريق ردود افعالك. المجتمعات ما بتتبنيش على فرد واحد، المجتمعات بتتبني والأسر كمان على التعاملات، يعني الفعل ورد الفعل. عشان أغلب الناس ما بتبقاش فاهمة إن العقل ده عبارة عن كمبيوتر متطور شويتين تلاتة، وكمان ليه وسائل دفاعية بتحاول إن هي تحميك، يعني إن هي شريفة. لكن أنت لما تكون لاعب سيء، يعني واحد ما بيعرفش يستخدم الجهاز المتطور ده،
هتفضل تتعامل معاه بطريقة عشوائية، وبالتالي تعمل توتر وقلق وتخلق مأساة كبيرة لنفسك، وبعد كده تخلق مأساة كبيرة للي حواليك. طب يا ترى لو اكتشفت ان انت عقلك نرجسي او ماشي في السكة دي، تتصرف ازاي؟ قدامك حل، وحل واحد فقط. الحل ده هو ان انت ما تهربش من نفسك ابدا. يعني كل ما تلاقي نفسك قاعد في هدوء، من غير موبايل، من غير تشتت، من غير ما تقوم تشغل نفسك في اي حاجة مهما اعتقدت ان هي مهمة، تشغل نفسك في شغل، في تاسك لازم يخلص، فأي حاجة انت شايف انها مهمة، تقعد مع نفسك كل يوم على الأقل ساعة زمن. الساعة دي تخليها بس لنفسك ونفسك بس، قاعد في صمت من غير ما تشتت نفسك عن أي حاجة بتحصل جواك، تسمع كويس قوي الصراع اللي حاصل جواك. هتكتشف انه في خناقة طول الوقت دايرة، والخناقة دي هي اللي انت بتحاول تهرب منها وتشغل نفسك ب100 مليون حاجة عنها. كل ما وعيت بالخناقة دي من غير ما تحاول تتدخل فيها، يعني ما تحاولش تعمل زي لو لقيت خناقة في الشارع تقوم داخل في النص، انت اول واحد هتتعور. سيب الخناقة تحصل، اتفرج عليها وانت حاطط في دماغك انه دي مجرد اصوات في عقلك، دي مش حقيقة، ده وهم، انت الحقيقة، اما الاصوات دي وهم. سيبها موجودة، ما تحاولش توقفها. واما لو اكتشفت ان في شخص قريب منك عايش معاك وهو عنده العقل النرجسي ده، يعني اغلب الوقت انت بتحس انه هو بيمثل صورة وبيخلق صورة طول الوقت، ولكن في الدرة كده هو حاسس انه هو قليل، في الحالة دي ليك طريقة واحدة بس تتعامل معاه. طبعا في طرق كتير كأساليب، ولكن كل الأساليب دي بتجتمع على نقطة واحدة، وهي ان انت لا تستجيب للاستراتيجيات اللي بيلعبها معاك العقل النرجسي ده. يعني هو هدفه الأساسي انه هو بدل ما يقعد مع نفسه ويعرف يلبي الاحتياجات بتاعت نفسه الأساسية اللي هي احتياج القيمة، ده المفروض بيطلع من جوه الإنسان. لو هو مش قادر يقعد مع نفسه ويطلع ده، هو بيحاول أغلب الوقت ان هو ياخده من اللي حواليه، بالتالي انت ما تديهولوش، ولا في نفس الوقت تحاول ان انت تقلل منه. يعني لا تحاول ان انت تديله التقدير، ولا تحاول ان انت تستهزأ بيه، لان من الاخر هو عقله مش هيفهم ان ده تقليل، هو هيفهم ان ده انتباه. هو مش هيفرق معاه اذا كنت انت سقفت له او زعقت في وشه، هو المهم ان هو قدر ان هو يلفت انتباهك. في الحالة دي هو حقق اللي هو عايزه منك. بالتالي انسب طريقة للتعامل مع العقل النرجسي او اللي ماشي في السكة دي هي ان انت ما تديلوش الانتباه اللي هو عايزه، تتعامل معاه بمنتهى الحيادية. طبعا ده محتاج تدريب كتير.